يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي كوبايه قهوه مع ميرو. يا رب القناه تعجبكم، وبشكر المشتركين الجداد اللي نوروا القناه، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله الفيديو النهارده بتكلم معاكم: هل الست الشيك هي اللي لابسه براندات؟ هل الست الشيك هي اللي بتلبس اغلى لبس؟ هي دي اللي بتحدد شياكتها؟ هل لبسنا هو ده مفتاح شخصيتنا؟ لو انا لبسي لبس رخيص او لبس على قد شويه مش اغلى حاجه، هل ده بيحدد قيمتي؟ طب لو انا لابسه اغلى لبس واغلى براندات، هل ده بيحدد قيمتي في عين الناس اللي قدامي، في عين المجتمع، في عين قرايبي؟ هل انا محتاجه يكون دايما معايا فلوس عشان اجيب اغلى لبس عشان الناس تحترمني؟ انتوا ايه رايكم؟ تعالوا نشوف الفيديو وهتكلم معاكم في نقط كده ساعات بتتوه عننا. يلا بينا. عشان اكون صريحه معاكم وما اكونش عايزه اقول كلام وخلاص، لبسك هو عنوانك فعلا. ما اقدرش اقول لك ما تلبسيش لبس كويس او لبس منسق، ويكفي ان انت تكوني شخصيه محترمه. اللبس حاجه مهمه ودي حاجه مش بننكرها، بس في حاجه اكيد لك دلوقتي ان الموضوع مش موضوع لا لبس ولا ماركات. كم من ناس في حياتنا بيبقوا مقربين او صحاب او بيبقى مستواهم المادي اعلى مننا وبيلبسوا فعلا اعلى البراندات، بس تيجي تتكلمي معاهم ولا تحسيهم محترمين نفسهم، ولا تحسيهم عندهم وقار، ولا تحسيهم عندهم شخصيه، ولا تحسيهم ناس مريحه. الناس المريحه ما بترتبطش باللبس اللي لابساه. انت تقدري تقعدي مع واحده بسيطه قوي لبسها متواضع قوي وتحسي بكميه راحه عمرك ما حسيتيها مع اي حد. يعني مش مرتبط لا بسعر اللبس ولا بالبراند اللي لابساه، مرتبط باسلوبها. الاسلوب هنا تخطى وتعدى الشياكه. ممكن تكوني انت ما بتلبسيش براندات بس بتعرفي تنسقي لبسك. فكره ان انت بتعرفي تلبسي ايه يمشي معاكي وايه يليق عليكي، دي حاجه تحسب لك. الست الذكيه او البنت الذكيه هي اللي بتعرف ازاي تلبس اللبس اللي بيليق عليها، مش اللبس اللي كله لابسه. تعرف تجيب قطعه ما بين 1000 محدش اخد باله منها، بس هي عارفه ان اول ما هتلبسها هتوديها في حته تانيه. كل ده عشان تبقى هي مرتاحه واثقه في حالها، ماشيه رافعه راسها بتبص في مرايتها وعينيها مبسوطه بنفسها. لكن في النهايه هو بيزودنا مش هو الاساس. في اساس لشياكتك، انك تكوني انسانه واضحه محترمه، صوتك واطي، ما بتختلقيش مشاكل مع اللي حواليكي، صوتك مش عالي طول الوقت، مش طول اليوم صوتك طالع من بيتك والعماره كلها سامعاكي 24 ساعه ماسكه اولادك هرساهم ضرب. انت كده مش ست شيك، انت كده مش ست الناس هتبص لها بنظره حلوه. انت كل اللي انت عايزاه ان الناس لما تشوفك تقول واو، انا شايفه قدامي واحده شبه متكامله ما فيهاش غلطه. الحقيقه ان مش اللبس بس هو اللي ظهر جمالك، الحقيقه مع اسلوبك، مع هدوءك، مع احترامك للي قدامك، كل ده بيساهم ان انت تبقي ست شيك. تخيلي لو انت ماشيه في شارع وقابلتي واحده تقريبا ما فيهاش غلطه، الشارع كله بيبص لها من الشياكه، من تنسيق الالوان، من الشنطه اللي هي لابساها، تقريبا ما فيهاش غلطه. وفجاه وانت مركزه معاها تلاقيتيها بتعمل تليفون وبتكلم مثلا مامتها او صاحبتها، وتلاقيتيها بتقول اسوأ الالفاظ، وتلاقيتيها بتشتم وبتغلط وبتهين اللي قدامها بأسوأ كلام يكون ودنك سمعته. يمكن لو سمعتي راجل بيتشكل مع راجل ما بتسمعيش الألفاظ دي بتتقال، لكن انت سمعتي واحدة بكامل أناقتها بتقول كلام ما يصحش. هل نظرتك ليها النظرة الأولى لشكلها فضلت هي النظرة؟ لا، نظرتك قلت ليها. زي بالظبط واحده ماشيه جنب مامتها شكلها بنت ناس قوي وشكلها متربي قوي ولابسه لبس حلو قوي، وفجاه تلاقيتيها بتزعق لمامتها، فجاه تلاقيتيها عايزه تضرب مامتها. انت في ساعتها حصل لك هزه، كل اللي انت كنت شايفاه قدامك اتغير. انت دلوقتي مش شايفه لبس، انت دلوقتي مش شايفه براندات، انت شايفه واحده بتزعق لمامتها. فبالتالي الفطره بتاعتنا، الفطره الانسانيه، حتى لو ما كنتيش انت على مستوى تعليمي عالي، على مستوى تربيه عاليه، انت فجاه بتحسي انك عايزه تمسكي البنت دي تضربيها لمجرد ان هي زعقت لمامتها. يعني معناها ان انا لو شفت حاجه كويسه بعيني
بس عقلي هيشوف حاجة تانية. انا ممكن انبهر شكلا، بس لما اعرف حقيقة اللي قدامي ينزل من نظري فورا. انا كنت حاطاه في مكانة عالية قوي وفجأة نزل نفسه من المكانة دي. فمكانة الناس في قلوبنا ما بتتحطش بسعر لبسهم، او بسعر الفستان اللي عليهم، او بسعر الشوز اللي لابسينه. مكانة الناس في قلوبنا بتتحط باحترامهم لينا، بكلامهم الحلو، بكلامهم الطيب، باسلوبهم الراقي. لكن فكره ان انا عماله البس طول الوقت، لكن انا حاسه نفسي ان انا قليله، حاسه نفسي ان انا مش واو، حاسه نفسي ما عنديش ثقه في نفسي، ازاي اللي قدامك هيحترمك؟ ما هي عباره عن مثلث لازم يكون متكامل. انت دلوقتي المثلث ده مهتميه بجزء واحد فيه، انا بلبس اغلى البراندات. ثقفتي، اتعلمتي، طورتي من نفسك، اتحركتي من منطقه الراحه، عارفه تتكلمي ازاي، الاخطاء اللي وقعتي فيها عالجتيها، بطلتي تعمليها. في مليون الف حاجه وحاجه المفروض احنا نروح عندها. احنا واقفين في مكان واحد. انا عارفه اعلي قيمتي ازاي، انا بعلي قيمتي باللبس. اللبس احنا اللي بنلبسه مش هو اللي بيلبسنا. من الحاجات التانية اللي تخليكي شيك قوي انك تكوني ست نظيفة او بنت نظيفة. مجرد ان انت تبقي بتهتمي بنظافتك الشخصية، بتهتمي ببشرتك، بتهتمي بضوافرك، بتهتمي رجليكي دايما تبقى ناعمة، بتهتمي بجسمك، بتعملي الماسكات، تعملي السكرابات دايما ليكي، دايما تنزلي تنقي الحاجة الخاصة بيكي باهتمام وبعناية كده، انك تكوني انسانه نظيفه وريحتك دايما نظيفه. ده كفيل ان اللي يقعد جنبك بس يبقى مرتاح، دايما مهتمه ان انت تبقي على طهاره دايما. كل ده بيعزز شياكتك، بيعزز ثقتك في نفسك، كل ده بيحطك على الطريق الصح لو انت حابه تبقي انسانه نظيفه شيك جميله. عمرك شفتي واحده مش واثقه في نفسها ومتشيكه؟ استحاله. الثقه في النفس ليها علاقه باهتمامي بذاتي، باهتمامي بلبسي، بتنسيق الواني. انا عايزه احط الطرحه دي على الطقم ده، انا هجيب الطرحه دي للشميز ده، انا هجيب الشوز ده دريس ده. تحسي ان عندها ترتيب في حياتها، عندها اهتمام بذاتها عالي، مقدره نفسها قوي. ده بتختار لون الضافر بعنايه، ممكن تقعد ساعه ساعه بتختار لون ضافر. عايزه تبقى احلى حاجه في نظر نفسها من كتر ما هي واثقه في نفسها. انا عارفه ان الثقه في النفس مش سهل تبنيها، وما بتتبناش في يوم وليله، ولا ان انت تقفي قدام مرايه تقولي لنفسك انا واثقه في نفسي. كل ده مش هيحركك، كل ده مش هيخليكي واثقه في نفسك. الثقه في النفس دي عامله بالظبط زي 10 ادوار، كل دور لازم هتوقفي فيه شويه تفهمي الدور ده متكون من ايه. الثقه في النفس كمان سلالم هتطلعيها، عايزه تدريبات، عايزه تمارين، عايزه تطوير ذات، عايزه تقراي كتب، عايزه تقعدي مع نفسك شويه تفهمي نفسك، عايزك تلجئي لربنا دايما وتتكلمي معاه. اكتشفي الدنيا، اكتشفي العالم، اكتشفي الحاجات اللي انت كنت زمان مش شايفاها ومش فاهماها. عندي تصالح مع نفسي. يعني ايه تصالح مع نفسي؟ يعني ماليش علاقه ان صاحبتي تنزل تجيب اغلى البراندات وتيجي تقعد معايا، او انا اروح اقعد معاها فلابسه لبس متواضع. لو انا عندي ازمه في الحته دي يبقى انا ما عنديش ثقه في نفسي. انا لو عندي ثقه في نفسي، انا القطعه اللي بنزل اشتريها ليا وبلبسها وبنسقها عليا وانا شايفاها حلوه في مرايتي، دي تكفيني. لما انزل اقعد مع حد لابس حاجات اعلى مني، لابس براندات عالميه، المهم انا مش راضيه عن ذاتي، مش انا راضيه بالحاجه اللي انا لابساها، دي كفايه. ودي بتعزز ثقتك في نفسك. والاتنين حاجه واحده، ان انا اكون عندي رضا بامكانياتي، عندي رضا بالحاجه اللي انا بختارها، عندي رضا بذوقي. ده يخليكي واثقه دايما في نفسك. لما تروحي تقعدي تقريبا ما فيهمش غلطه تبقي انت قاعده مرتاحه. لكن لو انت حاسه بنقص، لو انت حاسه ان قيمتك مختزله في اللبس اللي انت لابساه، عمرك ما تبقي واثقه في نفسك، وعمرك ما هتوصلي للراحه. الانسان المرتاح هو الانسان الطبيعي اللي اخد كل حاجه ببساطه. انت استحاله تكوني بترتاحي مع اشخاص لمجرد ان هم بيلبسوا لبس غالي فانت مرتاحه في القعده معاهم. دي ملهاش علاقه بدي. انت راحتك مع البشر اللي بيحكمها تصرفات، اللي بيحكمها عقول. عمر البرندات ما هتخليكي شخصية محترمة، عمر اللبس الغالي ما هيعلي من قيمة شخصيتك أو هيغيرها أو هيطورها. الجزء الداخلي العميق عالجتي، وقفتي معاه، طورتي من ذاتك، اتكلمت معاها، عرفتي نقاط ضعفك وابتديتي تعالجيها. في حاجات أهم مليون مرة من اللبس. اللبس ده أنا ممكن أنزل أجيب لي
قميص على بنطلون شكلهم حلو على بعض وخلاص، واجيب لي طرحه لايقه عليهم واديني لبست واهتميت بنظافتي. طب واللي جوه، انا الجزء ده مثلا اهتميت بيه وعالجته، اللي جوه، العقد، الكلاكيع، المشاكل النفسيه عالجتيها، وقفتي مع نفسك، عرفتي تخرجي من القوقعه دي. اتعاملي مع الناس باحترام، كل الناس سواسيه، اللي بيكنس في الشارع بعامله بقمه الاحترام فوق راسي، زي ما بدخل على موظف اعامله باحترام. الاتنين بالنسبه لي معامله واحده، بتعامل مع الناس سواسيه، ما يكونش عندي عقد نقص، ما اكونش متكبره، ما اكونش مغروره. مش اليوم اللي انزل اجيب فيه طقم محترم كده والبسه وانزل الشارع اكون ماشيه في الشارع يا ارض تهدي ما عليكي ادي. ده ربنا قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما لبستي ومهما عليتي ولسه شاريه عربيه موديل السنه، دي مش بتحدد قيمتك. قيمتك مش في العربيه، انت اللي جبت العربيه مش العربيه اللي اشتريتك. اشغلي نفسك دايما بتصحيح عيوبك، اشغلي نفسك دايما بتطوير نفسك. شوفي ولادك ناقصهم ايه، شوفي ايه النواقص اللي في حياتك، شوفي حياتك فيها ايه غلط محتاج يتصلح. انت محتاجه واقفه مع نفسك تشوفي الاخطاء اللي ماليه حياتك وكانت عايزه منك قرار، وانت لغايه النهارده ما خدتيش قرار للاصلاح. انت لغايه النهارده شفتي بس ان من احلى الحاجات اللي تعمليها مع نفسك انك تنزلي تجيبي لبس غالي، ده مش هيوصلك لحاجه. انت كده في دايره مقفوله، لازم تخرجي منها بانك تشوفي الواقع، تشوفي ايه ناقص، تشوفي انت محتاجه تغيري نفسك في ايه. ابتدي غيري افكارك، ابتدي غيري منهجك في الحياه. الحاجات التانيه اللي تخليكي ست شيك قوي: خليكي رزينه، خليكي تقيله، بلاش اي حد يعرف يثير اعصابك، بلاش اي حد يعرف يخرج الوحش اللي جواكي على موقف ما يستاهلش، على موقف تافه الطفل الصغير ما ينتبهلوش. اي حد يستفزك بكلمه بتصوري وبتصرخي وبتقلبي الدنيا على ولا حاجه، وفي النهايه بترجعي تندمي وتقولي انا عملت ليه كده؟ طب انا كنت ممكن اتعامل مع الموقف ده بشكل احسن. هو انا ليه ابني لما اجي قال لي كده انا ضربته؟ هو انا ليه جوزي لما اتصل بيا طلب مني اكله معينه قلبت الدنيا؟ ليه ما بتاخديش الامور بسلاسه؟ ليه ما بتبقيش مرنه في التعامل؟ ليه ما بتعديش اللي يعدي؟ ليه بتوقفي على المواقف التافهه وبتكبريها وبتديها حجم اكبر من حجمها؟ لو انت من الناس اللي ما بتعرفش تتحكم في انفعالاتها، فعايزه اقول لك استحاله تباني ست شيك طول ما انت في نظر نفسك مش موقراها، مش معلياها. الست الرزينه دي ست كله بيحترمها، الست العقل دي اللي بتعرف تتكلم امتى وتسكت امتى، ويا سلام بقى لما يكون السكوت هو اللي غالب في شخصيتك. وخليكي عارفه ان شياكتك في حضورك، في اسلوبك، في لباقتك، في تسامحك. لكن لو على اللبس دي اسهل حاجه واخر حاجه احنا بنبص لها. ولغايه هنا اكون خلصت. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. يلا سلام.